فيلون المجرم. فيلون المجرم، هكذا سماها الناتو. سمعتها الرهيبة سبقتها. مشروع عمل الروس على تنفيذه 30 سنة حتى وصلت سوخوي 57 إلى اللقب الذي تستحقه، طائرة وحش الجو. كل سمعة روسيا العسكرية تتلخص فيها. أرادوها ردا تقنيا وصناعيا ورمزا حاسما في التفوق الجوي العسكري على الجيش الأمريكي. سوخوي 57 مقاتلة شبحية من الجيل الخامس. بدا وكأن سير المعارك في أوكرانيا يستدعي دخولها لفك شفر التعقيد الحاصل على الجبهات القريبة والبعيدة، مع رفع الناتو من مستوى ونوعية الدعم العسكري لكييف. هذا الوحش الجوي تم تطوير هيكله من معادن مشتتة للحرارة وماصة للرادار إلى درجة يجعل اكتشاف الطائرة مستحيلا، كما أنها تتمتع بمستوى عال من التحكم الآلي والدعم الذكي، وتعمل وفق الرادار النشط ما يسمح لها باحتلال الفضاء في دائرة يبلغ قطرها 500 كيلومتر، ما يعني أن سربا من 4 طائرات سوخوي 57 يكفي لتحييد نصف القوات الجوية الأوروبية في أي معركة. تمتلك محركين نفاثين يحملان الكثير من أسرار الصناعة الروسية. تستطيع الطائرة الاندفاع 360 مترا في الثانية والتسلق 71 قدما في دقيقة، وتصل إلى ارتفاع 21 ألف متر، ويبلغ نطاق عملياتها 5600 كيلومتر. سرعتها القصوى تصل إلى 2.5 سرعة الصوت، وتمتلك قدرة تتحدى قوانين الفيزياء بحق في المناورة الجوية، وخاصة مناورة الكوبرا والدوران المسطح وانهيار الطائرة بوزنها البالغ مع الحمولة 37 طن. تحتوي في بطنها مستودعا من الأسلحة متعددة الاستخدامات، وخاصة قنابل كاب 450 الموجهة بالليزر وعالية الدقة. كما يحتوي هيكلها على 6 نقاط تعليق لحمل صواريخ جو من طراز فاينبل R77 الأحدث في العالم. تستطيع أن تقود حربا إلكترونية بالكامل من خلال مشاركة بيانات ساحة المعركة مع القوات الأرضية، وتدمر بكفاءة ودقة الأهداف الأرضية والجوية والبحرية، وتشكل تهديدا كبيرا للمدمرات وحاملات الطائرات. ولعلمه بتطور سوخوي 57 الهائل وقدرة الطائرة على قلب المعادلة في المعارك، لقبها حلف الناتو بالمجرم، وفرض عقوبات كبيرة على أي دولة تبرم صفقات لشرائها لأنها تهدد أمن الناتو والأوروبيين. وكانت روسيا تفكر بروية في إدخالها ضمن منظومة التسليح والعمليات في أوكرانيا حتى لا تفقد سمعتها، وهي في مرحلة تسويقها كسلاح حاسم في العقد القادم لتعويض المبالغ الطائلة التي أنفقتها سوخوي على تطوير المشروع. وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة بحسب عسكريين روس حوالي 60 مليون دولار. فهل ينجح الوحش الجوي هذا في اختبار المعركة المفصلية لروسيا ويحلق بمبيعات سوخوي 57 عاليا جدا، أم أن للحرب في أوكرانيا